تقديم تغذية راجعة مستمرة لمعالجة القصور وتعزيز القدرات ودعمها، دليل على أحد المهارات التفكير الناقد وهي. قال لي ماشي يا مستر، بيقول لي تغذية راجعة ومستمرة، ماشي، لمعالجة القصور وتعزيز القدرات ودعمها. قال لي ماشي يا مستر، تعالى نمسك كده واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لي مهارات التفكير الناقد يبقى تفسير، استنتاج، تقويم، استدلال غلط. أدي أول حاجة استبعدناها. قال لي جميل يا مستر. طب تفسير؟ قال لي لا يا مستر مستبعدة. يبقى كده احنا وصلنا لإجابتين، يا استنتاج يا تقويم. قال لي ماشي يا مستر. قال لي تقديم تغذية راجعة مستمرة لمعالجة القصور. تغذية راجعة ومستمرة، بنعالج القصور بنشوف الغلط فين. قال لي يا مستر يبقى تقويم على طول. بس كده. حلو قوي، انا مدور اهو فكروا. يلا بينا. انت فاهم اللي فيها بقى. ده هياخد منك مثلا نص ساعه ولا تلتاية يا نصاية. ماشي. كده كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب أولى ثانوي، يلا بينا كده نحل التقييم الأسبوع الخامس. تقول لي يا مستر ليه ما نزلتلهولناش بدري؟ هقول لك أنا نزلته لك في ميعاده المظبوط. طب قال لي ماشي يا مستر، يلا كده بينا نبدأ بسم الله. بيقول لي عملية عقلية مرنة وابتكارية. قال لي مستر مرنة وابتكارية، الكلمتين دول مهمين قوي. تهدف إلى إنتاج أفكار جديدة، ماشي، غير مألوفة. بص قاعد يأكد لك لا يعتمد على المنطق التقليدي فحسب، بل يتعداه إلى الخيال ورؤية الأشياء من زوايا غير تقليدية. قال لي مستر إبداعي. أنت بتقول يا مستر؟ بأكدها لي هنا وهنا وهنا وهنا. قاعد يقول لي بص لو ما فهمتش من هنا هتبقى هنا، لو ما فهمتش من هنا هتبقى هنا. قاعد يقول لي كل حاجة بتدل على التفكير الإبداعي. قال لي والله جميل يا مستر. قال لي يقول أرثر شوبنهاور الفكرة الأصلية تأتي فجأة. قال لي كالوحي. قال لي تأتي فجأة، جات لي كده مرة واحدة، يعني استوهمتها من خيالي. قال لي ماشي. وهي دائما هدية من السماء. اكشف عن أي خطوات التفكير الإبداعي تشير المقولة. قال لي يا مستر جات لي فجأة يبقى الإشراق. قال لي يا مستر نرجع كده للكتاب بتاعنا اللي هتلاقيه على جروب التليجرام، اللي هتلاقي اللينك بتاعه في البايو اهو. قال لي بص يا مستر احنا اهو خطوات التفكير الابداعي، كان بيقول لي اعداد، احتضان، اشراق. قال لي ولادة شرارة الابداع وخروج الفكرة الابداعية من الذهن، ان هي بتجيلك فكرة مرة واحدة بتجيلك من الذهن. قال لي ولادة شرارة الابداع اللي هو اول حاجة كده اما بتضخ مرة واحدة. قال لي والله جميل يا مستر. نرجع للتقييم بتاعنا. قال لي يوصف الإنسان بأنه يستطيع العزف على البيانو. قال لي جميل. يعبر ما تحته خط عن صفة. قال لي مستر أنا واخد بالي إن جوهرية هي أساسية، يبقى الاتنين غلط. قال لي وضرورية يبقى يبقى يا مستر دي الإجابة الصح. قال لي من غير ما أفهم السؤال أصلا. طب تعالى نفهم السؤال واحدة واحدة. قال لي يوصف الإنسان بأنه يستطيع العزف على البيانو. هل أنا لو ما عزفتش على البيانو هموت؟ هيحصل لي حاجة؟ هيجي لي جلطة؟ هنفجر؟ هيحصل لي حاجة في نافوخي؟ تقول لي لا يا مستر، معنى ذلك إن هي إيه؟ غير أساسية، غير ضرورية. قال لي يا مستر يبقى جوهرية غلط، أساسية غلط، ضرورية غلط، تبقى عرضية. قال لي جميل والله يا مستر. قال لي دلل بمثال من عندك على ما يلي: الجنس والنوع. قال لي يا مستر هو الجنس أعم ولا النوع؟ احنا قلنا يا مستر الجنس هو اللي أعم والنوع أجزاء منه. قال لي تعالى يا مستر نرجع للكتاب كده، تعالى نرجع للكتاب الكليات الخمس الكتاب بتاعنا. قال لي يا مستر الجنس اهو، النوع اهو. قال لي هو حد كلي وده برضه حد كلي، ولكن يطلق على عدة أنواع، هنا يطلق على عدة أفراد. يبقى قال لي يا مستر ده أعم يا مستر، الجنس أعم. قال لي اديني مثال يا مستر، هو أصلا في السؤال بتاع التقييم عايز مثال. هتقول لي حيوان جنس، قال لي يطلق على حاجتين. هتقول لي لفظ مبنى جنس. طب النوع هتقول لي إنسان يطلق على العديد من الأفراد، مستشفى تطلق على العديد من. قال لي يبقى يا مستر الإجابة هنا هتكتب لي الجنس
مبنى او بناء. النوع هتقول لي مستشفى، هتقول لي مدرسة، اي حاجة بقى. قال لي ماشي يا مستر. نخش بعد كده. قال لي يقول جاك هادمارد الاسم العجيب ده، قال لي ماشي، من الضروري ان يكون لديك فترة من التفكير الواعي. جميل. تسبق الإلهام وتليها فترة أخرى من العمل الواعي تهدف إلى التأكد من صحة الإلهام وتطبيقه. قال لي مستر تهدف إلى إيه؟ التأكد. بس أنا عرفت يا مستر، يبقى دي التحقق. قال لي يا مستر نرجع للشرح، معلش نرجع للشرح نتأكد، عشان أنا بذاكر من الكتاب بتاعك اللي هلاقيه على جروب التليجرام، عشان أنت حمار وأنا عارفك كل شوية تقول لي الكتاب فين يا مستر؟ تجري على الكتاب فين يا مستر؟ الكتاب فين يا مستر؟ قاعد شفت كام مره قلت لك على جروب التليجرام؟ ماشي. قال لي يا مستر اعداد احتضان اشراق تحقق. قال لي بص هنا يا مستر، بعد ما جت الفكره هو بيقول لي في السؤال، بيقول لي من الضروري ان يكون لديك فكره فتره من التفكير الواعي تسبق الالهام وتليها فتره اخرى من العمل الواعي تهدف الى التاكد من صحه الالهام وتطبيقه. قال لي بس يا مستر على طول. يقول توما الإكويني العقل البشري لا يكتسب اليقين إلا عندما يصل إلى المعرفة. استخرج مما سبق إحدى مهارات التفكير الناقد. مستر أنا كان في التفكير الناقد برجع للكتاب كده اعمل زيي. قال لي أنا كنت في التفكير الناقد كان عندي 4 مهارات، قصدي آسف 3. قال لي تفسير، استنتاج، تقويم. قال لي جميل. استنتاج، قال لي يا مستر بنحلل ونعرف الأسباب. قال التفسير، قال لي الاستنتاج انتقاص من المعلومات واقعة ومشاهدات نفرضها مقدمات الى نتائج من الاخر يا مستر، ننتقل من مقدمات حاجات بنشوفها الى نتائج. قال لي التقويم تمثل في تحليل الموضوع او قضية ما والحكم في مدى الاتساق والترتيب. قال لي جميل. يبقى تفسير، استنتاج، تقويم. قال لي انهي واحدة من دول يا مستر؟ شرحنا كل واحدة بالتفصيل. اكتبهم على جنب هنا: استنتاج، تفسير، تقويم. قال لي ماشي يا مستر. بيقول العقل البشري لا يكتسب اليقين إلا عندما يصل إلى المعرفة، يعني مش هيتأكد إلا عندما يصل إلى المعرفة. قال لي هل دي يا مستر استنتاج، تفسير، تقويم؟ قال لي يا مستر أنا محتار. هو أنا دلوقتي بيقول لي إن العقل البشري ده لا يكتسب اليقين، يعني مش هيوصل إلى التأكد إلا عندما يصل إلى المعرفة، غير لما أعرف. قال لي يا مستر تقويم لا، استنتاج لا. قال لي يا مستر يبقى مهارة التفسير، مهارة التفسير. قال لي جميل قوي يا مستر. معلش لحظة واحدة افتح التكييف عشان الجو حر. في السريع كده مش هناخد دقيقة، الجو نار هنا في الاستوديو. ماشي. قال لي يعبر اللفظ السابق عن، اللي هو ايه اللفظ السابق؟ بيقول لي جامعة. قال لي جامعة دي يا مستر هل هي نوع ولا عرض عام ولا خاصة ولا فصل؟ قال لي يا مستر غلط، دي الصح. ليه يا مستر؟ تقول لي ليه يا مستر مش فصل؟ قال لي ايه الجامعة اللي تفصلها عن الحاجة التانية؟ تقول لي خاصة. ايه الحاجة اللي تميز او ان حاجة خاصة بالجامعة تفصلها عن بقية الحاجات؟ قال لي عرض عام. قال لي يا مستر جنس الجامعة؟ تقول لي مبنى، ده جنس. قال لي لكن النوع بتاع الجنس ده تقول لي جامعة، يبقى نوع على طول. قال لي ماشي. بيقول لي صنف الكليات الخمسة كما وردت فيما سبق. قال لي ماشي. الكليات الخمسة احنا عندنا الجنس، النوع، الفصل، العرض العام، والخاص. قال لي يا مستر يلا نفصص بقى الجملة اللي هو جايبها لي دي. الإنسان حيوان مثقف مفكر أبيض اللون.
قال لي اول حاجه يا مستر حيوان، دي على طول الجنس. قال لي انسان، دي على طول نوع. قال لي مثقف، قال لي يا مستر دي على طول خاصه. قال لي ماشي، عندي مفكر وابيض اللون. قال لي مفكر ده فصل، ابيض اللون عرض عام. قال لي في مشكله يا مستر؟ لا تمام قوي. عمليه عقليه منضبطه تتضمن تحليل وتقييم المعلومات او الحجج. جميل. بناء على ادله وبيانات موضوعيه بدلا من الانقياد للعواطف او التحيزات الشخصيه. يصف ما سبق احد انماط التفكير وهو التفكير. قال لي يا مستر اكيد يا ابداعي يا ناقد. جميل. قال لي تحليل وتقييم المعلومات. ناقد يا مستر على طول يا باشا، على طول. انا كلمتين بيجيبوا لي الحل، مش هقعد ادور وافصص واعمل. كلمتين هيحلوا لي السؤال. كانت الهواتف تحتوي على ازرار ولوحات ومفاتيح، لوحات مفاتيح. ثم جاء ستيف جوبز بفكره جديده وانشاء جهاز بشاشه تعمل باللمس اللي هي التاتش، يجمع بين الهاتف ومشغل الموسيقى. قال لي جميل. استخلص من العرض السابق احدى مهارات التفكير الابداعي. قال لي مستر احنا التفكير الابداعي عندنا ادي المهارات بتاعتنا: طلاقه، مرونه، اصاله. قال لي يا مستر الطلاقه تعني انتاج اكبر عدد ممكن من الافكار. قال لي مرونه تعني القدره على الانتقال من الملائم موضوع الى اخر، يعني اقدر اتكيف واتغير. الاصاله تعني انتاج افكار وصور جديده ومتميزه غير شائعه وغير مألوفه. قال لي والله جميل يا مستر. معلش. يبقى مرونه، اصاله، طلاقه. قال لي كانت الهواتف تحتوي على ازرار ولوحات ومفاتيح. ثم جاء ستيف جوبز بفكره جديده وهي انشاء جهاز. قال لي يا مستر على طول الطلاقه يا مستر. قال لي ليه يا مستر؟ لان دي يا مستر فكره جديده. هتقولي تعني انتاج اكبر عدد من الافكار والصور والاستجابات الملائمه في فتره زمنيه محدده. وبص لو تاخد بالك في السؤال بيقول لي كانت الهواتف تحتوي على ازرار ولوحات ومفاتيح. ثم جاء ستيف جوبز بفكره جديده وهي انشاء جهاز بشاشه تعمل باللمس يجمع بين الهاتف ومشغل الموسيقى. قال لي مستر لما الفتره من الزمن البشر ابتدى يعانوا من الزراير، جه ستيف جوبز عمل. ما تفتكروش انتوا اول تليفون تاتش كان عامل ازاي؟ كان بطيء ومعفن وحالته حاله. كان بص، عارف انت، عشان طبعا انت دلوقتي بتعمل مثلا بتدور على جهات الاتصال تعمل كده تلاقيه بقى بسرعه. ده بقى تقعد تعمل اكنك بتزق الارقام معاه، تقعد تعمل كده يلا يلا وحياة ابوك معايا كده بالظبط. قال لي ماشي. المسجد بناء معد لصلاه المسلمين. قال لي يا مستر بناء يبقى على طول جنس. خدت علينا اكتر من مره. اعطي مثال من عندك لكل من الفصل والعرض العام. قال لي يا مستر ادي الفصل وادي العرض العام. قال لي يا مستر عرض عام تقول لي اسود اللون، في حاجات كتير جدا سودة. قال لي ماشي يا مستر الفصل. تقول لي يا مستر طب مثقف تنفع فصل؟ قال لي لا يا مستر مثقف دي خاصة. طب مفكر؟ قال لي يا مستر بس على طول فصل يا مستر. قال لي جميل. دخلنا بعد كده تقديم تغذية راجعة مستمرة لمعالجة القصور وتعزيز القدرات ودعمها، دليل على أحد المهارات التفكير الناقد وهي. قال لي ماشي يا مستر. بيقول لي تغذية راجعة ومستمرة. ماشي. لمعالجة القصور وتعزيز القدرات ودعمها. قال لي ماشي يا مستر. تعالى نمسك كده واحدة واحدة. أول حاجة بيقول لي مهارات التفكير الناقد يبقى تفسير، استنتاج، تقويم، استدلال غلط. أدي أول حاجة استبعدناها. قال لي جميل يا مستر. طب تفسير؟ قال لي لا يا مستر مستبعده. يبقى كده احنا وصلنا لإجابتين، يا استنتاج يا تقويم. قال لي ماشي يا مستر. قال لي تقديم تغذيه راجعه مستمره لمعالجه القصور. تغذيه راجعه ومستمره بنعالج القصور بنشوف الغلط فين. قال لي يا مستر يبقى تقويم على طول. بس كده. يقول لينوس باولينج
افضل طريقه للحصول على فكره جيده هي الحصول على الكثير من الافكار. استخلص من المثال السابق احدى مرات الطلاقه يا مستر. قال لي مش احنا قلنا الطلاقه انتاج عدد كبير من الافكار اهو. الانسان كائن حي مدخن. قال لي ماشي يا مستر. يعد ما تحته خط في القول السابق. هتقول لي يا مستر فصل ولا عرض عام ولا نوع ولا خاصه؟ قال لي خاصه يا مستر. هتخص هو مدخن، احنا مالناش دعوه. ميز بمثال من عندك من الخاصه والنوع. تقول لي يا مستر عدت علينا كتير قبل كده. قال لي هتقول لي الخاصه مثقف مثلا. هتقول لي النوع، تقول لي مثلا عندنا مثلا احنا قلنا بناء، تقول مستشفى، مدرسه، حديقه. او لا حديقه لا. تقول لي مثلا برج، لا اي حاجه. قال لي ده التقييم الخامس يا مستر كله بالتفسير الممل. لو في حاجه تقدر تبعت على الرقم 011 20 21 0229. هتلاقي تبعت على التليجرام فقط، ولا ترن ولا تبعت واتس، تليجرام فقط. قال لي يا مستر هلاقي جروب التليجرام فين؟ هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف، في البايو، في الوصف بتاع الفيديو. خش على جروب التليجرام، ولو احتجت اي حاجه هنتواصل معاك على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.